يعني اي بطولة بينافسنا فيها النادي الاهلي بياخدها مننا، فالبطولة الوحيدة اللي سابها لنا النادي الاهلي وده من عند ربنا عشان ناخدها بنضيعها من ايدينا، وبنخسر من طلائع الجيش في اسبوع واحد مرتين. مرة بيعلم علينا في الدوري بالتلاتة، ومرة بنضيع الفوز في الدقيقة 96 وبنتغلب ضربات جزاء. هو احنا قليلين قوي كده؟ ولا طلائع الجيش ده بالنسبة لنا برشلونة؟ هو احنا قليلين قوي كده عشان نتغلب من فرق زي المحلة والمقاولين وطلائع الجيش رايح جاي كاس ودوري؟ فيهم فرقتين هبطوا من الدوري اساسا. البطولة الوحيدة اللي رايحين ننافس عليها عشان نفرح جمهورنا رايحينها بالشكل ده. انا عايز اسأل سؤال، هي إدارة الزمالك بتعمل ايه؟ هي عارفة ان انا عايز انافس على البطولة؟ طب فين اللعيبة؟ طب الاهلي بيريح لعيبته؟ الاهلي بيريح المدير الفني بتاعته عشان خد بطولات، عشان خد دوري ابطال، عشان خد دوري للمره ال44 بارقام قياسيه. انا بريح على اي اساس؟ انا بريح ليه؟ بريح لعيبه ليه؟ بريح مدير فني ليه؟ انا بلعب بالناشئين ايه وانا عندي ناشئين؟ طب شيكابالا النهارده والفرقه الكبيره موجوده للناس اللي بتتحجج. شيكابالا النهارده كل مباراه بقى ينزل فيها من ساعه ما رجع من الاصابه، لا اما بتعادل لا اما بتغلب، بيتاخد مني بطولات. طب ليه؟ طب احنا البطوله الوحيده اللي نصالح بيها جمهورنا بنعمل كده ليه؟ طب النادي الاهلي جماهيره نايمه مرتاحه، احنا على اي اساس بنعمل اللي بنعمله ده؟ انتوا ما بتحسوش بينا؟ طلائع الجيش، طب انت اتقرصت منه قلت مره صدفه، لكن بتتقرص منه تاني وبيخرجك من البطوله اللي كنت بتسترجعها من الموسم كله.